بعض الشيوخ اللي عندهم لحية عارضة وعندهم عمامة بدأوا يتكلمون في المغرب. الدكتور فايد يقول ليس لأن عندك لحية عارضة أن لديك علم، ليس لديك شيء. ولن يرغمني شخص أن أتبع الألباني، لا زلت أؤكدها لكي نكونوا واضحين. رجعوا اقراوا بتدقيق ما يقوله الألباني، ستجدون أنه ليس فيه رائحة الشيعة، متشيع بطريقة غير مباشرة. ونزيد نأكد لك، نطح الحيط، ليس لدينا المهدي في السنة، ما عندناش. وهذه تتبع ثقافة الشيعة أنت حر. أنا أقوالي واضحة، قلت ليس لدينا علماء، ليس لدينا علماء، لدينا فقهاء، لدينا شيوخ، لدينا أشخاص يصلون بالناس، نعم. وكذلك جزاهم الله خيرا عن الأمة، لأنهم على الأقل يسدون ثغرة كبيرة، هم أحسن من الموسيقى. لكن علماء ليس لدينا علماء، يجب أن يدرسوا علوم كونية ثم علوم شرعية ويسمى عالم. أما شخص دارس يعني 30% أو 20% من العلوم ثم يقول علوم شرعية، ليست علوم. كانوا يسمون علماء من قبل، لم تكن علوم، لم تكن مختبرات. أما الآن أصبحت علوم كونية ومختبرات ومعدات. فهناك العلوم، إذا أردتم أن تعرفوا المعنى ترجموا كلمة عالم، ترجموا كلمة علوم بالإنجليزية في جوجل يعطيكم ساينس، سيونس، وليس فقه. هناك فقهاء أجلاء، نعم، نحبهم ونجلهم، هناك شيوخ، نعم، لكن ليسوا علماء. نقطة على السطر كي نوضح الأمور، ليس. ولا أتهجم على أحد، ولن أقبل بشيء أنا عندي فكرة. ولن يرغمني شخص أن أتبع الألباني، لا زلت أؤكدها لكي نكونوا واضحين. ترغم علي أتبع الألباني، لا أتبع الألباني، لكن لا أسبه ولا أشتمه، لكن لا أتبعه. ونزيد نأكد لك، نطح الحيط. بدأ بعض الشيوخ اللي عندهم لحية عارضة وعندهم عمامة بدأوا يتكلمون في المغرب. الدكتور فايد يقول ليس لأن عندك لحية عارضة أن لديك علم، ليس لديك شيء. لن أتبع الألباني، ولن يقدر أحد أن يلزمني بأن أتبع الألباني. ونزيد نأكد لك، نطح الحيط وشرب البحر. نكونوا واضحين، لكل رأيه. أنت لك لديك رأيك، أنا لدي رأيي. أنت تتبع الألباني، أنا لا أتبع الألباني. نقطة على السطر. أنا لم ألزمك، لم أطلب منك بأن لا تتبع الألباني، لا تلزمني بأن أتبع الألباني. وأنا أعرف الألباني أحسن منك، ورأيته اللي كان في المغرب. فخير إن شاء الله. نعود. أنا لا أتكلم إلا لما تكون الأمور يعني هكذا نتكلم عليها، أني سمعت أو قال لي فلان، لا، نتأكد من الأشياء. ارجعوا اقراوا بتدقيق ما يقوله الألباني، ستجدون أنه ليس فيه رائحة الشيعة، متشيع بطريقة غير مباشرة. ونحن نفهم اللغة العربية جيد، ونفهم يعني الأشياء كيف تتم، لأن صلة الوصل اللي كاينة ما بين الشيعة وهذه السلفية، طبعا السلفية هي اللي لعبت الدور الآن، تلعب دور بدون أن تشعر. تريد الآن يعني أن تكون جسر ما بين الشيعة والسنة، وهو متناقضان لا يلتقيان. الشيعة والسنة لن يلتقوا، أصلا لن يلتقوا. هنا الإسلام الصحيح والسنة فقط. بدأوا كيدخلوا لنا في نظرية المهدي، وشبابنا الآن يعني بدأ كيأمن بنظرية المهدي، وبدأ كيأمن بتأليه عالي، وبدأ يعني أشياء أخرى، يعني خرافات. هذه بالنسبة لنا خرافات. ما عندناش الإمام المهدي لا في القرآن ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في البخاري ولا في مسلم. ما عندناش المهدي. الشباب الله يرضي عليكم، الشباب استيقظ. الشباب السني المسلم السني، والإسلام راه هو السنة، ما عدا السنة راه ما كاينش إسلام. ليس لدينا المهدي في السنة، ما عندناش. وهذه تتبع ثقافة الشيعة أنت حر. ما عندنا لا في مسلم ولا في البخاري ولا في القرآن ولا في السنة، ما عندناش المهدي. الحمد لله. النظام التعليمي عندنا الاصل فيه باش ينتج لنا ناس كيحسوا بريوسهم راهم متكاملين في المجتمع. هذا طبيب، هذا بلومبي، هذا حداد، هذا نجار، هذا ميكانيسيان، هذا معلم اللغه العربيه، هذا استاذ ديال اللغه الفرنسيه، هذا بروفيسور في العلم الجراثيم والبيولوجيا، باش نحسوا بريوسنا بلي داكشي اللي تعلمناه غنستافدوا من وحدين اخرين وحنا غنفيدوا ناس اخرين. خاص الترتيب ديال الناس المتخرجين خصو يكون ترتيب افقي، بمعنى انه ما كاينش واحد احسن من واحد على الاطلاق، كاين واحد احسن من واحد في واحد التخصص معين. حنا الترتيب اللي كنديروه نتيجه ديال المدرسه الفرنكوفونيه اللي ولدت لنا هادشي، عندنا حنا ترتيب عمودي، بمعنى انه الى الانسان كيجيب نقط مزيانه في واحد المواد معينه، وهذوك المواد المعاملات ديالهم طالعه، كيخليوه انه تيجيب نقطه كبر من النقط ديال التلاميذ اللي معاه في القسم، تنحطوا عموديا فوق منهم. مع المده اش كيولي عندنا؟ تيولي في الاذهان ديال الناس كترسخ فكره انه حيت انت جبتي معدل عالي، ماشي هذا كيعني ان المجهود اللي بذلتيه في ذاك التخصص راه مجهود مزيان. لا، كيترسخ في اذهان الناس ان هذاك السيد راه مزيان وواعر وتيفهم في كل شيء. وبما انه كيقول لنا مثلا الطب او الكيمياء او الميكروبيولوجيا انا تفوقت فيها، بمعنى انه اي علم اخر ممكن نكون فيه انا واعر، لانه مادام هو كان
علوم يعني ساينس، علوم تجريبيه حطوه بالمعدل الفوق، وواحد اخر علوم يعني اداب عصريه ولا تعليم اصيل حطوه في المعدل ديالو لتحت، فعموديا ولا هذاك السيد تيشوف هذاك العالم ديال الشريعه، حيت هذا مشى دار تخصص ولا عالم في الشريعه، وهذا تخصص ولا عالم في الميكروبيولوجي. عطيت غير مثال الميكروبيولوجيا، ما يقدر يكون لافياسيون، يقدر يكون اي حاجه، يقدر يكون الاسترونومي، المهم ولا كيشوف راسو انه هو ماشي كيفهم على هدف هذا التخصص، لان لا مشينا بهذه الطريقه راه ما غيبقاش عندنا هكذا، غيولي عندنا هكذا، هذا تيفهم في التخصص وهذا تيفهم في التخصص، وكنتكاملوا باش نقدروا نزيدوا بالبلاد لقدام وبالامه لقدام. ملي ولات عندنا هكذا ولا هذا تيشوف ان هذا العلم ديال هذا السيد راه ساهل انه هو يفهم فيه، فولا كيشوف راسو كطبيب او ولا كمهندس او ولا كمعلوماتي او ولا كعالم فضاء، ولا كيبان ليه ان اخر حاجه ممكن تحتاج مجهود باش تفهم هي علوم الشريعه، فولات علوم الشريعه بالنسبه لهم كلاء مستباح، والحيط القصير والفوطه اللي محطوطه اللي جاي يمسح فيها يدو واللي جاي ينقصها، وقرامه المشكل ما كاينش، ولات عندنا لاعب في دين الناس، ولا اللي حلل واللي حرم واللي هز واللي يحط واللي يدي واللي يجيب. يا عباد الله اتقوا الله في انفسكم، الا انت مزيان في واحد التخصص الله يتقبل والله ينفعك وينفعنا بك، لكن انت مزيان في ذاك التخصص نقطه الى السطر، راه كتلقاه واحد طبيب جراح الخيوطه ديال العروق ديال المخ كيعرف يدير عليهم عمليه جراحيه يسلكها، الخيوطه الرقاق ديال المخ ديال الدماغ يعرف يدير لهم عمليه جراحيه وقضي غرض، لكن راه الا بدا كيسيح ليه الروبيني ولا الجعباد الماء ديال دارو راه غيحتاج يجيب بلومبي باش يقادها ليه. السلام عليكم ورحمه الله.